بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص خلص وهنرجع لروتيناتنا وتنظيفاتنا وشغل بيتنا بقى العادي من أول وجديد. رمضان خلص والعيد خلص وهو ده حال الدنيا، وهنرجع بقى ليومنا العادي الطبيعي خالص. فأنا كنت مكسلة بقى أيام العيد وزيارات وأعياد وكلام من ده. قلت يا بت ايه لما العيد يخلص اتنشطي وتشجعي بقى وقومي اعملي شوية حاجات وراكي كده، مش هتفضلي دايما مكسلة. بس ايه، ادخلي على حبايبك كده بروتين خفيف جدا وسهل وسريع قوي. بس تحطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الاشعارات الجديدة. طبعا اول حاجة احنا ايه في تغيير الفصول، بنطلع الصيفي وبنشيل الشتوي وبنغسل الحاجات الشتوي والبطاطين والكلام ده. خلاص الجو بدأ يحرر بقى، كل سنة وانتم طيبين. فمسكت كده البطاطين التقيلة اللي انا عامله لها كفرات، دفايات اللي هي التقيلة قوي دي. خلاص الولاد مش هيتغطوا بيها، فسبت بس البطاطين الخفيفة. ومسكت بقى ايه، نقعت في واحدة في واحدة كده بنقعهم في الطشت اللي حضراتكم شايفينه ده. احط عليهم اريال وانشرهم واشطفهم وانشرهم. هو انا غسلت دي امبارح، واللي هي اللي في الحمام دي قلت النهارده غسلتها وسبتها تتصفى. جوزي قعد يزعق بقى ويقول ايه، عفوا، يقول بقى الطشت في الحمام مضيقه وكده. فبقيت انقح في الغساله واشطف في الطشت زي ما قلت لكم كده عشان ما ياخدش مكان في الحمام. فدي طريقه حلوه جدا للي ما عندوش مكان في الحمام او ما عندوش بانيو. مسكت الكساوي المخدات بقى خلعتهم، كنت مركباهم يوم الوقفه بقى. بس لقيت الدفايات نظيفة بتاعة السراير، قلت بس ايه، اشيل بس المخدات وعلى حتتين غسيل كده وفوطين ومش عارفه ايه، واعمل دورة غسيل حلوة كده علشان الايه، يبقى الغسيل نضيف. انا على فكرة ما بحبش اكوم غسيل كل يوم بشغل الغسالة عشان ايه، يبقى اول باول كده ما فيش غسيل. النهارده بقى شلت زي ما قلت لكم كده كساوي المخدات، وطلعت نشرت بقى البطانيه اللي انا غسلاها امبارح. البطانيه اللي غسلاها امبارح كانت متنشره، اللي انا غسلتها النهارده صفيتها على الحمام كده ونشرتها. ونشرت كمان الغسيل اللي طلع اهو، بصوا طلع ابيض ونضيف وزي الفل. زي حط شويه كلور الوان وانتي بتغسلي بيخلوا الغسيل نضيف قوي، خلى الغسيل طالع فله. وكمان كان في 2 جاكيت لبنتي شتوي، طبعا مش هتلبسهم، فاتحين هما يعني، اللي هما البنك اللي قدامكم دول، فغسلتهم كمان مع الغسيل. قلت علشان ايه، احنا دلوقتي بنغسل بقى البطاطين والكوتشيات، وبنغسل ال الجواكت والهدوم التقيلة علشان ايه نشيلها نضيفة. انا بحب اشيل كل حاجة نضيفة. ما دخلت على دولاب الولاد بقى قلت في السريع كده، انا بخزن الصيفي فوق والشتوي تحت بالتبادل كده. فقلت بقى يا بت نزلي الصيفي اللي فوق وطلعي الشتوي مكانه. طبعا الأوضة محتاسة، بصوا هدوم في كل حتة اهو. وكنت مخلعه لسه الكساوي ما ركبتش بدلها بتاعه المخدات، والهدوم محتاسه في كل حته اهي. علشان انتوا عارفين بقى بطلع ده وبدخل ده فمشكله يعني. فقلت بقى ايه، اطلعهم الصيفي واخزن الشتوي زي ما كان فوق في الدولاب. وعلق بقى للولاد الهدوم الصيفي، القمصان والبلوزات والحاجات الصيفي. واطلع بقى الجواكت الشتوي النضيف طبقته وحطيته فوق. واللي هو اللي مش نضيف شيلته عشان احطه في الغسالة اغسله. وفي حاجات غسلتها وحطيتها في البلكونة. الكيسة البيضة دي فيها هدوم طبعا ما بقتش خلاص تنفع الولاد يلبسوها، زغرت عليهم يعني. فحطيتها في كيسة هنا نديهم بقى ايه لأي حد نعرفه. معلش عفوا. رشة بيروسول من بتاع الدبان، وبصراحة ريحته اذتني انا، مش اسد الدبان تخيلوا. انا اللي تعبت مش الدبان. يلا الحمد لله. اهو طلعته فيه رشقات فاضيه لسه عشان في هدوم لسه بنزل فيها. وزي ما قلت لكم كده الهدوم اللي الولاد مش هتلبسها عبيتها في اكياس، اي كيسه هنا وكيسه هنا. طبعا دول هيروحوا بقى لاصحابهم، لاصحاب نصيبهم يعني. طبعا دايما كل ما تقلبي كل سنه كده اي هدوم، بس ما تطلعيش غير الهدوم النظيفه الحلوه اللي مش مقطعه، اللي ما فيهاش اي حاجه. غير لو عندك فيها اي حاجه استخدميها بقى في التنظيف، يعني لو حاجه مقطعه نضفي بيها. يا بت طب هتعملي غدا ايه بقى في الهيصه اللي انتي عاملاها دي والروتين الحماسي ده؟ كان عندي بتنجانتين كده، قلت يا بت قومي اقليهم واعمليهم شويه مسقعه للعيال، واسلقي شويه بطاطس وحمريهم، وطبق جبنه قديمه كده ومخلل بقى وجرجير وعيش بلدي وعيشي حياتك. هي دي احلى اكله. رجعنا تاني للاكلات الشعبيه بتاعه الفطار الجميله دي. كنا مفتقدينها بصراحة في رمضان، ما كناش بنعمل الكلام ده. قلت بقى بما اننا بقى خلاص بقينا في الفطار بقى نرجع ايه لعوايدنا القديمة واكلاتنا الشعبية الحلوة. طلعت حتة جبنة بقى قديمة مش عايزة اقول لكم، تحفة.
قلت بقى يا بت تعملي اكله من اكلاتنا الشعبيه الجميله، عصرت شويه طماطم وقلت اقلي الفلفل والبتنجان واسلق شويه بطاطس وفضل